ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. حقكم عليا، بقالنا اكتر من اسبوعين ما عملناش توتوريال او تصميم او حاجة نزلت على القناة عندنا. بعتذر لكم جدا، ولكن الفترة الاخيرة الواحد ما كانش عارف خالص يعمل اي حاجة بسبب كل الاحداث وكل الحاجات اللي بنمر بيها كلنا. طيب، النهاردة انا بفتح بنترست وجيت كتبت سوشيال ميديا بوست ايديا، فدخلت هنا قلت ليه ما نعملش مثلا بوستات زي الاشكال دي، او بتتعمل ازاي. انا شايف ان البوست جميل جدا، ولكن بخبرتي انا كواحد بقاله فترة في المجال، ده مش واخد اليمنت كتير، ولكن الفكرة كلها ان التصميم قوي جدا، وكمان ما فيهوش فيكتورز او لايرز كتيرة استخدمها المصمم في الموضوع ده. طيب، قبل ما نخش في الفيديو او قبل ما نخش في الدرس، ايه رأيكم نفهم مع بعض الاول التصاميم دي بتتكون ازاي وبتتكون من ايه، وازاي اقدر اطلع التصميم ده بشكل كويس. طيب، هناخدها حاجة حاجة. في الاول هناخد التصميم اللي على الشمال ده، هو بس ده مرفوع على اب وورك، فمش عايزين نخش عشان الحقوق والكلام ده، ولكن التصميم ده كله على بعضه مفهوش غير صورة البنت دي، والتكست اللي مكتوبة فوق هنا، واللوجو او الاليمنت او الفيكتور اللي تحت ده، ولكن اتنسقت بشكل معين وادى تون معين للون الصورة، فطلعت بالمنظر ده. الصورة اللي بعدها مكونة من صورة الشخص اللي ماسك تليفون، والشيب اللي معمول له كليبنج ماسك عليه، والباك جراوند والنقط والحاجات دي، ونفس اللوجو برضو. هننزل هنا نفس الكلام، تكست وصورة الناس والفيكتور اللي معمول له كليبنج ماسك والباك جراوند، ومعظم التصميمات بالمنظر ده. طيب، احنا عاوزين نعمل التصميم مثلا ده، ايه اللي هنحتاجه؟ احنا هنعمل التصميم واحدة واحدة، وهنبدأه مع بعض من البداية. يعني من ايه؟ يعني اول ما هدخل اجيب الفيكتور بتاعتي وهشتغل عليها. طيب، انا عشان اجيب الحاجات دي هعمل ايه؟ لا غنى عن فري بيك. تمام. عايز الاول اجيب صورة الاشخاص دي. يعني دي ممكن اكتب بيزنس مثلا، واختار الايمج، واقول مثلا بيزنس. هلاقي فيه صور كتيرة جدا، نختار بس فري وايمجز ونعمل سيرش. هلاقي فيه صور كتيرة جدا للموضوع ده. هنا مثلا ممكن اتعمق اكتر واكتب تيم وورك. تيم وورك هلاقي فيه صورة اشخاص مع بعض اهي، نفس الفكرة. طيب، ممكن نجيب ايه كمان؟ ممكن نختار صورة يعني ايه تبقى مناسبة للموضوع اللي احنا بنعمل عنه البوست بتاع النهاردة. تمام. احنا عملنا سيرش على الفوتوز، وعملنا انها تبقى فري مش بريميوم. طبعا شاطر فري بيك نزل اي اي ايميجز، دي اللي احنا دخلنا عليها، واي اي ايكونز هنعملها توتوريال لوحدها دي. ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا ناخد الصورة دي. تمام، دي الصورة الاولانية اللي احنا هنستخدمها. طيب، انا عاوز بقى الفيكتور اللي في ظهر الصورة، او الشيب اللي هو الصورة نفسها معمول لها عليه كليبنج ماسك. ممكن اكتب هنا ايه؟ شيبس، واختار من هنا فيكتور فري، واعمل سيرش. بصوا هتلاقي الشيبس دي بسهولة جدا. يعني احنا ممكن ناخد دي اصلا، ناخد اي واحدة منها نشتغل عليها. دي بتشتغل على الاي اي اللي هو ادوبي الستريتور. تمام. هحتاج ايه تاني؟ هحتاج دوتس. احنا ممكن دي نعملها وممكن نجيبها. تعالوا نجيبها، نكتب مثلا دوتس. في منها باك جراوند زي ما حضراتكم شايفين كده، وممكن نكتب دوتس شيب مثلا. حلو قوي. بص جاب لنا ايه؟ شويه حاجات عنب. هناخد دي ننزلها. ليه بقى انا بعمل كده معاك؟ عشان تعرف التصميم بدأ ازاي من البدايه. مش هنجيب بقى استوكات ونشتغل على طول، لا، احنا النهارده هنتعلم حاجه مختلفه،
واللوجو ده ممكن نحط اي لوجو، يعني مثلا ممكن نكتب لوجو وليكن هننزل ده، اللي طبعا لو عندك لوجو او حاجه بتاعتك انت حطها بقى. كده احنا مش ناقصنا حاجه غير التكست، ودي هنكتبها بفونت عندنا. يلا بينا بقى نخش في التصميم. تمام، بعد ما هندلنا الدنيا بتاعتنا وعملنا اكستراكت لكل الحاجات اللي نزلناها، دي الصوره وده اللوجو وده الشيب بتاع الدوتس وده الشيب اللي هنحط فيه الصوره دي، هنعمل ايه؟ هنفتح ادوبي فوتوشوب ونعمل نيو بروجكت. البروجكت ده يبقى مقاسه 1080 في 1080 بيكسلز. تمام، بصوا انا دايما بحب اشتغل بالجايد ده. احنا هنعمل هنا واحد، ممكن هنا مثلا 05 05 05 05. حلو قوي. طبعا هو باللون الابيض. عشان تغير الجايد اللي باللون الابيض، تغير اي لون انت عايزه فيه يعني، هتدوس على قائمة edit وبعد كده هتدوس على preference وبعد كده هتختار من هنا guides and grill. هلاقي فوق هنا كده اللون الابيض ده. بصوا لما نخليه مثلا احمر الجايد اتغير معانا، مفيش اي مشاكل. انا دايما بحب اعمل بليد كده في الاربع اجناب عشان اشتغل برواقه يعني. طيب احنا عندنا الباك جراوند باللون الطوبي ده، ممكن نيجي ناحيه الاصفر كده وناخده. طبعا ممكن ايه نخليه زي ما هو عادي ونعمل له لاير فوق منه، وناخد اللون ده نجيب الفاتح منه خالص ونخلي الاوباسيتي والفلو 100%، ونجيب الفرشه الفيدد ونعمل نقطه صغيره كده ونوسطن النقطه دي في وسط البروجكت كله ونكبرها كده بحيث انها تعمل لنا الشكل او الاضاءه اللي انتوا شايفينها كويسه دي. طبعا انتوا ممكن تجيبها الاضاءه دي من فوق او من جنب واحد او من هنا او من هنا، بس يستحسن يا في النص يا من جنب من الاجناب دي. تمام، ممكن كمان نشدها شويه بحيث انها تنور اكتر. حلو جدا. نسيب بس ده الاول. ايه اللي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الشيب الاولاني اللي هو عليه الصورة بتاعة الاشخاص. طيب هنيجي هنا ونفتح الشيب الاولاني او البروجكت الاولاني اللي جبناه من على فري بيك. طيب احنا هناخد نعمل ان جروب وناخد دي كنترول سي ونروح هنا ندوس كنترول في ونكبرها كده. حلو جدا. طيب هعمل ايه تاني؟ عندي هنا الصورة بتاعت الاشخاص، هاجي هنا نسحب الصورة اللي احنا نزلناها دي ونعمل لها كليبنج ماسك على الشيب نفسه. حلو قوي. طبعا احنا ممكن نصغر الشيب ده بحيث يبقى ايه كأن الصورة كلها جواه يعني. تمام. ممكن ان احنا نعمل حاجة، يعني مثلا هنا في زيادات، احنا عملنا كليبنج ماسك كله اتحط على اللاير اللي تحت. لو انا عندي شخص مثلا، يعني لو عندي الراجل ده كده وهنلغي الكليبنج ماسك نقلل الاوباسيتي، عاوز ابين الحته بتاعه دماغه دي كانها طالعه. طبعا انا هاجي بالبين تول وهبدا امشي على كل الحواف الزرقاء اللي هي بتاعه اللاير اللي تحت، واجي عند دماغ الراجل واحدد من فوقيها كده بالظبط واعمل ليها كليبنج ماسك على اللاير بعد ما اعمل لها لاير ماسك. طبعا هيبان دماغه معانا، لكن هنا في الصوره دي يعني ايه مش محتاجين نعمل الحته دي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الباك جراوند هنعمل فيها الدوتس والحاجات دي. هنعملها ازاي؟ هفتح البروجكت اللي نزلناه، ناخد دي كوبي كده مثلا ونصغر حجمها ونحطها مثلا هنا. حلو قوي. هنا ممكن تخليها اوباستي مثلا 50% وممكن تخليها بالطول زي ما انت عايز، وممكن نصغر حجمها شوية. تمام. ممكن ناخد ايه كمان؟ ممكن ناخد ده نجيبه هنا مثلا كده نصغر حجمه شوية، خليه مثلا 30%. اي حاجات تدي تاتش كويس للبروجكت اللي انت شغال عليه. هنعمل ايه تاني؟ عندنا اللوجو.
هنيجي هنا وناخد اللوجو اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا انا ما عنديش لوجو معايا انا عايز احطه، فنزلنا اللوجو ده. ممكن ناخد اللوجو ده. حاجه عايز اعلمها لك، عاده لما هتيجي تنزل حاجه من فري بيك او اي منتدى بينزل حاجات مثلا الستريتور او فوتوشوب بروجكت، هتلاقي دايما لو في اكتر من حاجه لما هتيجي تقف كده هتلاقيه يعلم لك على كله. يعني لو جيت سحبت كده هسحب كله. طيب انت عندك حل من اتنين، يا هتدوس عليها وتدوس ان جروب عشان يفصل لك كل حاجه، يا اما هتقف عليها كده وهتدوس كليكتين على اللي انت عايز تاخده. يعني انا وقفت هنا علم لي عليه كله، هدوس كليكتين وهرجع ادوس على الشيب اللي انا عايز اخده تاني، هلاقي ان هو قسم لي الحاجات دي كلها لشيبس او لجروب واحد. هاخد الجروب اللي انا عايزه او اللاير اللي انا عايزه منهم، وبعد كده كنترول سي كنترول في، ونحط مثلا اللوجو هنا. حلو جدا. محتاجين نعمل ايه تاني؟ يعني ممكن مثلا ناخد الاكسات دي نصغر حجمها شويه، نحطها مثلا هنا اوباسيتي 20%. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي قوي. كده ينقصنا ايه؟ كده ناقصنا التكست اللي مكتوبه فوق. انا هفكر في التكست وهرجع لكم في اقل من ثانيه. تمام، انا لقيت في تكست كده كويسه ممكن نكتبها. حلو جدا. عايزين بس نغمق اللون شويه. ممكن نخلي الفونت طب خلينا في ده اسمه فونت علاء الدين. تمام، كتبنا التكست بتاعتنا. ممكن نكتب كمان تكست تحتها تانية. ناخد مثلا كوبي من دي ونخلي دي في السنتر كده. حلو جدا. ممكن اعمل كمان ريتاتش خفيف كده مثلا بال الكالر بالانس، بحيث ان احنا ايه يعني نغمق شويه نفتح شويه نظبط الالوان نلعب فيها براحتنا. يعني هقول لك على حاجه تعملها وانت بتعمل بالانس في اي فلتر الوان بالذات. مثلا انا عندي هنا في 3 تونات هم التسيان والماجنتا واليلو. لما بجيب دي للاخر شمال او يمين، انا بجيب اخر اللون من الناحيتين. تمام. ايه معنى الكلام ده؟ معنى ان انت تجيب الاخر كده وانت لسه بتبدأ التون بتاع اللون بتاعك، يبقى انت عرفت هتلعب في درجة عاملة ازاي. يعني مثلا لما باجي اعرف ان هنا دي اخر درجة في الازرق ودي اخر درجة في الاصفر، يبقى انا استحالة هاجي اقف على الاصفر من هنا، يبقى ممكن العب في الدرجات من هنا. لو الازرق ده مناسب ليا هسيبه، لكن انا شايفه لا، محتاجين نروح على الاصفر شوية. بس كده احنا يعتبر عملنا الريتاتش اللي احنا محتاجينه على البوست بتاعنا، وخلصنا التصميم بتاعنا النهاردة. طبعا في تصميمات كتيرة جدا بتتعمل بنفس النمط والنهج ده، شكلها بيبقى روعة 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 روعة. طبعا انا بعتذر لكم تاني، اتأخرنا جدا حوالي اسبوعين ما عملناش ولا فيديو. ان شاء الله في سلسلة هتنزل كتيرة وكبيرة من الفيديوهات اللي تنفعكم بإذن الله وتتعلموا منها تولز او تريكات جديدة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو بتتابعني على يوتيوب ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير، ولو الفيديو عجبك كومنت جميل منك، وشكرا لمتابعتك.